اولد جولد. طالما قررتي تشتري كريستال طبيعي وحقيقي وهتدفعي فيه فلوس كتير، تعالي بقى اعرفك هتشتريه ازاي وايه مواصفاته اللي انت هتدفعي فيها فلوس وانت مرتاحة جدا وحاسة ان انت خدتي صفقة العمر. افضل انواع الكريستالز اللي انت ممكن تجيبيها وتقتنيها في بيتك نوع زي ده نوع ياباني. طب ليه بنلاقي اسعار الكريستالز متراوحة برضو؟ في انواع منها عالية جدا، الكاس ممكن يوصل ل 500 جنيه، وليه في انواع ممكن الكاس يوصل ل 200 و150 جنيه. النوع اللي في ايدي ده اكتر نوع كريستالز ممكن تشتريه او تقتنيه، اللي هو بيبقى مكتوب عليه الامضة بتاعت اللي متصنع، المصنع اللي متصنع فيها. طب اكتر حاجة انا عايزة اخد بالي منها لما اجي اشتري الكريستالز ان انا درجة النقاء بتاعته. هتلاقي مكتوب وكأن دي الجارانتي بتاعه، يعني انت لو دي ما لقيتيهاش ما تشتريهوش، اعرفي ان ده نوع مضروب. في حاجة اسمها PBO بتكون 24%، دي نسبة الرصاص اللي موجودة في الكريستالز، ودي بتكون اعلى درجات نقاء الكريستالز اللي انت ممكن تقتنيها. لو ما لقيتيش الليبل ده والكلام اللي مكتوب عليه اوعي تشتريه. الكاس ده ممكن يوصل سعره ل 500 جنيه الكاس الواحد. طيب ليه في نوع منه بيكون اقل، زي مثلا الار سي ار كريستال كويس ومضمون، بس درجة النقاء بتاعته مش بتوصل ل 24، بتتراوح بقى ما بين ال 24 لغاية 10%. حلو وجميل واقتناؤه حلو، بس ده مش الحاجة بقى اللي احنا هنقول عليها استثمار. الكريستال يا جماعة استثمار زيه زي الذهب وزي الألماظ وزي الحاجات اللي هي بنجيبها علشان الزمن. الكريستالز نفس الحكاية. طب نيجي لنوع ثالث، عندنا نوع برضو يعتبر نوع جيد جدا، صناعة ألماني، ناتشمام. ده برضو حاجة كويسة جدا ودرجة النقاء فيه عالية، بس مش زي النوع الأولاني اللي أنا اتكلمت عليه. طب إيه النوع اللي منتشر قوي في السوق وكل الناس بتتكلم عليه وكل الناس بتقولك هو ده أحسن أنواع الكريستالز؟ النوع البوهيمي. طب أنا هختار البوهيمي ده إزاي؟ ما هو البوهيمي ده درجات، وكمان في منه حاجات عالية قوي وحاجات سعرها منخفض. طب تعالي أقولك إحنا إزاي هنعرف نختاره وهنفرق ما بينه. كريستال البوهيمي ليه بنلاقي فيه تفاوت فيه في الأسعار؟ أولا في منه مضروب كتير جدا في السوق، وانا هقولك ازاي دلوقتي هتعرفي تكتشفي ان هو ده مش البوهيمي الاصلي. اول حاجة لما تيجي تمسكي الكاس، رنة الكاس، الصوت الرنان ده اللي بيعرفك ان الكاس بتاعك جودته كويسة او هو ده فعلا الكريستال الحقيقي. ليه بقى الكاس ده ممكن اشتريه ب 200 جنيه وليه الكاس ده ممكن اخده ب 150 وليه الكاس ده ممكن اخده ب 100؟ هقولك دلوقتي. الكاس ده اللي انا هاخده ب 100 انت زي ما انت شايفه انسيابي تماما، ما فيهوش اي شغل، هو كاس مسح ما فيهوش اي شغل، بوهيمي واصلي ومن الحاجات الجميله، بس عشان كونه ما فيهوش شغل فده بيخليه يعتبر حاجه اسمها درجه تانية او يعني درجه ثالثه كمان، اللي هو الثيرد ديجري. نيجي نتكلم عن السكند اللي هو بيقولوا عليه الدرجه الثانيه، بيبقى عليه شغل بس الشغل بتاعه بسيط مش واخد فن كتير. تالت حاجة ان انا يبقى عندي الشغل شغل بقى بجد، شغل حفر. الحفر ده يا جماعة بيتعمل على الايد تقريبا يعني. يبقى لو اتكلمنا عن الكاسات او الكوبايات البوهيمي، يبقى العامل المشترك ما بينها كلها ان هي جودتها 24% PBO. خليكي فاكرة الاسم ده. نيجي بعد كده للبوهيمي اللي هو درجة النقاء بتاعته 10% أو درجة نسبة الرصاص اللي موجودة فيه 10%. ده بيكون في إيه بقى؟ بيكون في الحاجات التقيلة زي البونبونيرة وزي طبق الفاكهة والحاجات دي. الحاجات دي مش مطلوب منها إن هي تكون خفيفة. الكاسات كل ما الكاس في إيدك كان خفيف كل ما كان أحسن. نيجي بقى للبونبونيرة، يعني دي بونبونيرة بوهيمي، بونبونيرة تقيلة، سواء الجسم بتاعها او الغطا بتاعها كلها تقيلة. دي لو جينا قرينا على الكرتونة بتاعتها هنلاقي ان ده 10%. طيب دي بونبونيرة برضو، دي تقيلة جدا،
انما الغطا بتاعها لو ركزنا على اللي مكتوب فيه هنلاقي ان هو مكتوب فيه 24%. الغطا بتاعها خفيف. في ناس يعني بتستثقل ان هي يبقى البونبونيره الجسم بتاعها تقيل والغطا كمان تقيل وانتي بتشيليه، فهم عملوا كاتيجوري برضو ان انا خلطت الاتنين مع بعض، ال10% وال24%، وطلع لي المنتج ده بيكون اغلى شويه من المنتج ده. اخر حاجه عن الRCR، ده منتج ايطالي حلو، جودته حلوه، بس يعتبر من الحاجات اللي هي الدرجه الثانيه في الكريستالز. مش بيبقى طبعا زي ما بتقتني حاجه يعني ليها وزنها وليها تقلها. الRCR خلي بالكم لانه بيتقلد كتير جدا دلوقتي. اقرب حاجه تقدري تميزي بيها الRCR عن المضروب ان انتي بترني عليه. والله جت الرنه معاكي حلوه وسمعتيها في ودنك رنه طويله، هتعرفي ان هو كويس. لو حسيتي ان انتي بتدوسي على ازاز، وهوريكي دلوقتي الازاز، يعني مثلا لو جينا للكاس ده شكله جميل جدا ودرجه نقاء الازاز فيه عاليه جدا، بس ده مش كريستال، ده ازاز ودرجته عاليه جدا. لما هتيجي تدقي عليه صوت مصمت، ما انت مش بتسمعي له رنه، ده ازاز. مع ان ممكن لو حد مثلا بنوته رايحه تشتري وما تعرفش ممكن يقنعها ان ده كريستال. برضو عندنا الانواع الباقيه دي كلها، الانواع دي برضو ده نوع ايطالي بينافس الRCR، بس مش RCR ومش كريستال، برضو ازاز بس بدرجه نقاء عاليه شويه، ممكن يكون واخد مثلا نسبه بسيطه قوي من الكريستال والباقي ازاز. وهكذا هتلاقي عندك كاتيجوري كتير. يعني عندك البونبونيرة دي لو حطيناها جنب البوهيمي الاصلي هتلاقيها متقاربة جدا من البوهيمي، بس دي كريستال، دي مش كريستال، دي ازاز عادي جدا، بس الصنع بتاعها كويس. مش مهم هتشتري ايه، المهم في الاخر ان انت تبقي مبسوطة. انا ممكن اجيب حاجة رخيصة قوي وتبقى بالنسبة لي جميلة جدا، واي حد يشوفها يفتكر فعلا ان هي براند وان هي حاجة عالية. المهم ان انا مقتنعة بيها وحباها، وانا حطاها في بيتي مبسوطة ومرتاحة. اتمنى ان انا اكون عرفتكم واديتكم فكرة مبسطة ان انا ازاي اعرف اختار الكريستال بتاعي. وزي ما قلت لكم في اول الحلقة old is gold. اشوفكم الحلقة الجاية.